الا كنتي كتقول غادي نبدا غدا ولا الغد ليه وكتأجل من بعد، فراه عندك مشكلة كبيرة. ولكن الخبر الزوين انك غادي تحل هذا المشكل الا تفرجتي في هذا الفيديو حتى الاخر. المشكل ماشي حيت انت معكاد، لا، المشكل هو ان دماغك كيشوف المهمة كبيرة عليه وصعيبة عليه بزاف، وكيقول لك خليه من بعد. بحال كتقول غادي نقرا ساعتين، دماغك كيتخلع ملي كيسمع ديك ساعتين. ولا كتقول غادي نجري ساعة ولا ساعتين، كتبان لك صعيبة. هنا فين خاصك تبدل الطريقة ديال التفكير ديالك. دابا غنعطيك 3 الحوايج اللي جربتهم شخصيا وحلوا لي هاد المشاكل كاملين اللي قلت لك قبل. اول حاجة هي تقسم المهام ديالك المهام صغيرة. ما تقولش غادي نقرا ساعتين ولا ساعة، قول غادي نقرا غير 5 دقائق. تاني حاجة وهي تبدا غير بهذيك 5 دقائق اللي قلت لك. وغادي تلاحظ واحد الحاجة غريبة بزاف، منين كتبدا كتلقى راسك كملتي كتر. بحال نفترضوا مثلا قلت لي 5 دقائق ديال القرايه، راه غادي تكمل 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، وفجأة غادي تدوز ل 20 دقيقة ولا 30 دقيقة وانت باقي مكمل. ثالث حاجة وهي حيد اي حاجة كتشكك نهائيا. واكبر عدو ديالك دابا هو التليفون. اول خطة غادي ديرها غتهز داك التليفون وتحطو بعيد، لا غدير ليه مود افيون. وكاين الطريقة الاحسن هي انك تهز داك التليفون وتحطو بعيد، حيت الا كان قريب منك راه ضروري تهز، ومن بعد مدة راه غتحس بالفرق تلقائيا. انا شخصيا كنت كنأجل بزاف، ولكن منين بديت كنتعلم هاد الطريقة وليت كنبدا بسرعة وكنكمل بزاف ديال الحوايج بلا ما نحس. الفكرة راه بسيطة، ما تفكرش في المهمة الكبيرة، فكر غير في البداية الصغيرة. دابا انت جرب هاد الطريقة دابا، ما تأجلش حتى الغدا ولا من بعدو. وما تنساش تكتب لي في الكومنتير واش هاد الطرق خدامين معاك ولا لا. وما تنساش دير لي سبسكرايب باش يوصلوك فيديوهات بحال هادي.